ستيكي وطميطيش تم. أوه، طعام. حسنا، سنبدأ بالخبز واللحم والفلفل والطماطم والجبنة والملح. الملح. طميطيش. ماذا تريد يا ستيكي؟ ألا ترى أنني مشغول؟ أين الملح يا الأحمق؟ حقا ألم أشتري الملح للتو. هذا لا يهم، أشتري الآن. حسنا، تبا لك يا ستيكي. بعد يومين. حسنا، لقد اشتريت 50 ملحا والآن لا تزعجني مرة أخرى. شكرا لك يا طميطيش، أنت أفضل صديق. لا بأس لا بأس، فقط اتركني وشأني. بعد دقيقتان. طميطيش يا طميطيش. ماذا يريد هذا الأحمق مرة أخرى؟ ماذا هناك؟ لا أدري أين اختفى الملح. هذا شيء غريب جدا، لكن مهلا لحظة، ما هذه الحفرة الغريبة؟ إنها حفرة صغيرة جدا. يجب علينا أن نستعين قطاطس. إنها أصغر من اللازم. معك حق يا بامبوز، فهذه الحفرة مشكوكة في أمرها. هل وجدت شيئا قيما؟ بالتأكيد لا يا سيدي، لم أجد سوى الملح. ظننت أني قلت لك ألا تحضر أشياء لا قيمة لها. لقد قلت لك مليار مرة ومليار ألا تحضر أشياء لا قيمة لها. أعتقد أن هذا الشخص الذي داخل الحفرة لا يعرف التكلم من الأساس. لقد قصف قطاطس جبهة هذا الرجل. هي يا بامبوز، حاول تصغيرنا من فضلك. حسنا، لقد أصبحت الحفرة أكبر، هيا لنذهب الآن. حاليا عرفت من هو صاحب الحفرة. إنهم إيزابيل وبقشيشيب، وهم هناك لكي يدعسوك. تبا لقد وجدنا. والآن استعد لكي أدعسكما. اسكت، خلينا التربية. هيا لنعود إلى المنزل يا جماعة. مهلا، نسيت الملح. بعد 10 ساعات. إنه لذيذ. مهلا، أنا محمد.